مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مرة أخرى إلى المتحف طاجكستان الوطني. نحن نواصل الجولات التاريخية في متحف طاجكستان الوطني، وفي هذه الجولة نريد أن نتحدث عن الإمبراطورية الأخمنية. الإمبراطورية الأخمنية هي أول إمبراطورية في تاريخ البشرية، وتعتبر أكبر من إمبراطوريات في تاريخ العالم. وفي هذه الخريطة نحن نرى الحدود الدولة الأخمنية، وكان حدود هذه الدولة كبير جدا، وتبدأ حدودها من اليونان حتى الهند. وكان عاصمة الدولة الأخمنية هي بيرسيبوليس، وهذه المدينة تقع بجمهورية إيران الإسلامية حاليا. وكانت تبلغ مساحة الدولة الأخمنية إلى 5 مليون متر مربع، وكذلك كان تبلغ عدد سكانها إلى 50 مليون نسمة، وهذا العدد كان كبير جدا في تلك الفترة. وكان للأخمنيين علم خاصة بهم، وفي هذا القسم نحن نرى العلم للدولة الأخمنية، ونقشت على وجه هذا العلم صورة النسر ذات أجنحة المفتوحة، وهذا كانت رمز من رموز للدولة الأخمنية. هذا كان رمز الحرية والشجاعة لإمبراطورية الأخمنية. وكذلك في نتيجة البحوث الأثرية اكتشف العلماء المواقع الأثرية كثيرة في حدود جمهورية طاجكستان، ونحن نرى هناك الآوان أو الآنية فخارية التي متعلق بالقرون السادس والرابع قبل الميلاد، متعلق بفترة الأخمنية. كان الناس في تلك الفترة يستخدمون هذه الآنية لأخذ الماء، يأخذون الماء في داخله ويضعونه تحت التراب. كانوا يستخدمون مثل الثلاجة، الماء كان يبرد في داخل هذه الآنية. ونحن نرى هنا الآنية فخارية التي اكتشف العلماء من مناطق جمهورية طاجكستان، ومتعلق بالقرون السادس والرابع قبل الميلاد، متعلق بفترة الأخمنية. وكذلك في قسم الأعلى نحن نرى الصورة لكروش الأكبر. كروش الأكبر هو كان مؤسس للدولة الأخمنية، وهو ولد في سنة 530 قبل الميلاد. وكروش الأكبر ما كان مؤسس للدولة الأخمنية فقط، بل هو كان مؤلف أول الدستور في العالم، أو الأول الإعلان الحقوق الإنسان في العالم. وفي هذا القسم نحن نرى النموذج من دستوره مكتوب على الحجر، وهذا هو النموذج من دستوره مكتوب على الحجر، وشكله الأصلي تقع بمتحف بريطانيا في لندن. الكروش الأكبر قد كتب في دستوره عن الحرية وعن شجاعة الشعوب في تلك الفترة، وكان يريد الكروش أن الشعب يعيشون أحرارا في تلك الفترة. وكذلك عندما هو هاجم إلى أي مناطق هو يعتق الناس من الظلم. وكما ذكرنا اكتشف العلماء كثير من المواقع الأثرية التي متعلق بفترة الأخمنية في مناطق جمهورية طاجكستان، وأهمها هي قلعة مير. وقلعة مير تقع في قسم جنوب طاجكستان في ناحية قباديان، وهذا جدول الماء. وهذه الآثار أيضا تقع في قسم جنوب طاجكستان في ناحية جلال الدين بلخي. وكذلك اكتشف العلماء كثير من الآثار التاريخية، ونحن نرى نموذج منه في هذا القسم. مثلا نحن نرى هناك الخاتم الحجري متعلق بفترة الأخمنية، بقرون السادس والرابع قبل الميلاد. وهنا نحن نرى الرؤوس الأغنام قد صنعت من البرونز بشكل جميل. مشاهدينا الكرام، نحن نرى هناك الأشياء النادرة التي متعلقة بفترة الأخمنية، واكتشف العلماء من قسم جنوب طاجكستان هي فرن.
في سنة 1993 اكتشف العلماء الآثار مظفر أزيزوف وسامويليك من حدود مقبرة ميرسيد علي همدان من مدينة كولاب وهذا الفرن ينقسم إلى قسمين. يعني في تحت كانوا يشعلون النار، وفي الأعلى كان يعني يصنعون الآنية فخارية، حتى في آن واحد كان يصنع أكثر من 100 آنية فخارية. مشاهدينا الكرام، هذا كان معلومات عامة عن الدولة الأخمنية، وإن شاء الله في جولات أخرى سنتحدث عن فترات تاريخية أخرى. كونوا في بيوتكم وكونوا معنا.